العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها حنان عمر جيلاني. مشاهدينا، قبل بدء النشرة لدينا هذا التنويه: ستجري الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية مقابلة مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي في بث مباشر في الساعة 8 من مساء يوم غد الأربعاء 17 من فبراير حول التطورات الإقليمية الآنية والأوضاع الداخلية. وزارة الإعلام 16 من فبراير 2021. وإليكم فيما يلي نشرة الأخبار، والبدء كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. السيطرة على الجراد في قندع. جهود بناء لتوسيع الخدمات التعليمية في فارو. شق طريق أدينا. ماكرون يدعو إلى تعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. صواريخ تستهدف قاعدة في شمال العراق تنشر فيها قوات تحت قيادة أمريكية. ومصرع شخص وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 4 ملايين بتكساس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم السيطرة على الغزو الثاني لإسراب الجراد التي ظهرت في مختلف مناطق مديرية قندع من الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري. وأوضح المهنيون الزراعيون أن إسراب الجراد القادمة من دول الجوار شكلت خطورة من حيث الكم والنوع، وقد تم إبادتها بتضافر جهود مختلف الجهات رغم التضاريس الصعبة. وأشار المهنيون الزراعيون إلى أنه رغم السيطرة على إسراب الجراد التي ظهرت من 5 من فبراير بكميات محدودة ومن 7 من فبراير بكميات كبيرة، فإنها لا تزال تشكل المخاطر لوجودها في دول الجوار، وعلى المزارعين تعزيز المراقبة والمتابعة. وكانت إسراب الجراد قد ظهرت نهاية شهر يناير الماضي في مديريات قندع وفارو، وتم القضاء عليها بالعمل المنسق المماثل. هذا وتجري أعمال إبادة الجراد المتوالد في ناحية إمهميمي في مديرية قرورة. أوضح مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية فارو الأستاذ إسماعيل علي تحقيق نتائج مرضية لتوسيع وتطوير الخدمات التعليمية في المشاركة والبنى التحتية خلال سنوات الاستقلال في المديرية. وقال إن 3 مدرسة فقط كانت في مديرية فارو قبل الاستقلال، وتوجد حاليا 40 مدرسة تقدم 9 منها خدمات التعليم قبل النظامي، و22 التعليم الابتدائي، و8 مدارس متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة، ليرتفع عدد المدارس ب13 ضعف. وأشار إلى فتح 54 نقطة تعليم الكبار لمحو الأمية، داعيا لتجميع القرى لمزيد من النجاحات. وتوجد 7 من 15 ضاحية في مديرية فارو في المنحدرات الجبلية، ويزاول حوالي 89% من سكان المديرية الزراعة والرعي. قام سكان أدينا في مديرية لوغو عن سبب شق طريق طوله 6 كيلومترات بدعم الآليات. وأوضح مدير الضاحية السيد كستي أبراهام أن مكتب وزارة الزراعة قدم الدعم بأدوات العمل لإنجاز شق الطريق الذي حل إشكالية المواصلات. وأشاد مدير مديرية لوغو عن سبا السيد أبراهام حقوس بمبادرة السكان لفتح الطريق إلى ضواحيهم، داعيا للصيانة المستمرة، وتضم ضاحية أدينا 5 قرى. دعا مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى الحاج مربو النحل لإبعاد مناحلهم عن حوافي الطرق لسلامة الإنسان والحيوان. وقال إن المناحل الموجودة على جوانب الطرق يمكنها التسبب بأضرار وخيمة على الإنسان والحيوان وسائق السيارات، ويجب إبعادها مسافة 500 متر على الأقل من الطرق، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.
وتفيد إدارة المديرية بوجود أكثر من 5000 منحلة في مناطق في شيمرارا وسلمونا وسيدشي ودونغولو العلاي وتحتاي، وكذلك دوغلي وماي أطال لملائمة المناخ والأشجار المزهرة. أيها السادة المشاهدين، نشرتنا لا زالت متواصلة من الفضائية الإريترية، لكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمسة المنعقدة في نجمينا على ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الجهادية وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة. وقال ماكرون الذي تحدث عبر الفيديو من باريس إنه بعد سنة من قمة بو جنوب غرب فرنسا تحققت نتائج فعلية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وأبرز تنظيم تم استهدافه تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى فقد هيمنته ومني بخسائر كبرى. وأشاد ماكرون بقرار الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أعلنه بإرسال 1200 جندي إلى منطقة المثلث الحدودي، قائلا إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوى مجموعة الدول الخمسة في منطقة الساحل. وتعقد قمة أنجمينا بعد سنة على قمة بو التي أدت إلى تعزيز القوات العسكرية في منطقة المثلث الحدودي وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للجهاديين. قتل متعاقد مدني أجنبي وجرح 9 آخرون بالإضافة إلى جندي أمريكي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة جوية في كردستان العراق، وفق ما أعلنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة. والهجوم هو الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين. وكانت واشنطن توعدت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برد مدمر في حال قتل أي أمريكي في هجوم صاروخي في العراق. وأوضح البيان أن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد. وعقب سقوط الصواريخ انتشرت قوات أمنية في محيط المطار وسمع تحليق مروحيات فوق تخوم المدينة. ولم تتبنى أي جهة الهجوم، علما أن قنوات دعاية موالية لإيران كانت أول من أفاد به. والخبر الأخير في هذه النشرة: وافقت شركة جوجل الأمريكية على دفع غرامة مقدارها 1.1 مليون يورو في فرنسا بعدما نشرت تصنيفا مضللا للفنادق في البلاد مستبدلة التصنيف الرسمي بآخر وضعته وفقا لمعاييرها حسب ما أعلنت الهيئة الإدارية الفرنسية لمكافحة التزوير. وذكرت الهيئة في بيان أن تحقيقا للإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ووقف التزوير أطلق في 2019 أثبت الأسلوب المخاضع لتصنيف جوجل للفنادق في فرنسا خصوصا على محركها للبث. وأوضحت جوجل فرنسا أن التصنيف الذي تم تخصيصه مسبقا للمؤسسات بناء على معلومات من مصادر خارجية مختلفة متاحة للجمهور عبر الإنترنت. انتهت النشرة، إلى اللقاء.